بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يعطيكم السر. هذا واحد التنبيه مهم جدا. الوريقات ديالكم راه يقدروا ياثروا في المصحح اثناء عمليه التصحيح. كيفاش؟ فالوريقه ديالنا ملي كتكون نقيه ومنظمه ومزوقينها ومحلقين عليها كتاثر بشكل ايجابي في نفسيه المصحح وكيتعامل معها بشكل ايجابي، عكس الورقه اللي كانت مكرفصه وموسخه وفيها التشطيب وكذا فكيشمئز منها المصحح. وهذه راه سنه في الكون، راه كل ما كاين شي واحد يقول لك هذا الشيء ما كاين شيء، فالحاجه الزوينه كاع الناس كتعجبهم والحاجه الخايبه كلشي تيكرهها. هذه سنه في الكون في جميع البشر، وبالتالي الله يعطيك السر. خلي ديك الورقه ديالك تترك واحد الاثر طيب. كيفاش ننظموا ورقتنا وكيفاش ناثروا في المصحح؟ اولا نكتب الاسئله ديالي، شنو بغيت نجاوب على السؤال رقم 1، السؤال رقم 2، السؤال رقم 3. ما نستعملش اللون الاحمر، نتجنب التشطيب، نتجنب نكتب في الهامش، نتجنب نبقى نجر خط تحت، يعني نوسخ الورقه. في الموضوع المقالي مثلا ولا في جميع المواد نحاول نستعمل الالوان، نحاول نكتب بخط واضح ومقروء. راه كاين اللي انا كنعرف نماذج حالات اللي سقطوا في البكالوريا وكانوا متميزين عندي في القسم، عرفتي متميزين جدا، حيت المشاركه ديالهم من حيث الخدمه ديالهم كلشي مزيان، ولكن عندهم واحد الخط غير مقروء. راه يستحيل المصحح كتعطيه ورقات يصحهم وكتعطيه خط ما مقروش، شنو غادي يدير لك؟ راه واخا يبذل مجهود ما كيتقاش، داك الخط ما كيتقاش، شنو غادي يدير في نظرك؟ واش غادي يبقى يحط لك 10 في الموضوع المقالي ولا يحط لك 3 ولا يحط لك 4؟ شنو غادي يحط؟ خصو يقرا باش يعرف الفكره واش صحيحه ولا خاطئه. اذا انت ما وصلتيش الرساله من خلال الكتابه ديالك، وبالتالي راه ما عندهم يدير لك. ويقدر يتعامل معك يحط لك 1 2 3 وانت تستاهل 8 ولا 10، وبالتالي انت سقطتي. انت ربحتي 0 ولا 3 ولا 4 وانت كنت تستاهل 7 ولا 8 ولا 9 في الموضوع المقالي. علاش؟ لان الميساج ما وصلش عليه. وبالتالي الله يعطيك السر، الخط يكون مقروء، يكون جميل، وحتى الا ما كانش جميل يكون مقروء، ويكون تنظيم، ونجنبوا التشطيب، ونديروا ترقيم ديال الاسئله باش المصحح ملي غادي يجي يلقى الورقه ديالنا يعرف رقم السؤال، يعرف يقرا، يلقى داك الشيء ما مكرفش شي ومسخ، مثلا كتكتب فكره هنا وتجر الخط وتعاود تكمل الفكره هنا وتجر الخط، وبالتالي هذا الشيء راه غادي ياثر عليك سلبا. والا كان عاوتاني مقاد، داك الشيء كيأثر عليك ايجابا. حتى الا كنتي دابا كتنظم وكتقاد وهذيك الورقه مريقله والموضوع المقالي مقاد وداك الشيء زوين، تقدر واحد الفكره نسيتيها كتجاوزوا لك عليها. مثلا هضرنا في مظاهر الاندماج الشامل في الاتحاد الاوروبي، هضرتي على مجاليا، هضرتي على فلاحيا وصناعيا، هضرتي على تجاريا، هضرتي على، نسيتي شي فكره صغيره، ولكن داك التنظيم هذا كيشفع لك. ولكن الا كنتي موسخ الورقه وما كتبش التنظيم ما كيشفع لكش. وبالتالي فالله يعطيكم السر، حاولوا الورقه ديالكم ما تكرفسوهاش وما توسخوهاش. عندكم ورقه ديال الوثائق، حاولوا تكتبوا بعض الافكار شنو غادي ديروا، والورقه تكون مريقله ومنظمه ونقيه. راه والله العظيم اللي كتلعب دور، وانتم راه حتى نصف نقطه محتاجين. راه ما تقولش ما عندي ما ندير نص نقطه وما عندي ما ندير ما ندير نقطه، لا، ما تستاهلش حتى بربع نقطه. راه كاين اللي كيجي في البكالوريا 9.99، راه وكان اللي جاب في ديك الماده شي ماده اللي سهله 0.25 كان اللي غادي ينجح. وبالتالي فالاستهانه ببعض الامور راه تقدر تضيع لنا النجاح. اذا ردوا البال ونظموا اموركم ونظموا ورقتكم، وبالتوفيق للجميع والنجاح ان شاء الله.